السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا جماعة الناس كلها الحمد لله اقتنعت بفلتر التصفية بفضل الله سبحانه وتعالى الحمد لله. فلتر التصفية النهارده هنتكلم عن مميزاته. ايه مميزاته؟ لو انا عندي عيادة اسنان وعندي طبعا المداخل والمخارج بتاعة المية بتاعة ماكينة الاسنان او البارتيشن او وحدة المريض زي ما تسميها حضرتك او كرسي المريض، تمام؟ دخل تراب فيه صلب او رمل صلب يعمل لي مشكلة كبيرة جدا جدا. فلتر التصفية بيقول لا، ده في عندي جبهة صد للكلام ده، ويمنع عنك كراجل دكتور سنان ان يخش عندك رمل في الاجهزه بتاعتك او الكومبينيشن بتاعك، تمام؟ في العياده عندك لو دخل فيه طبعا النهارده كومبينيشن الدرجه الاولى، طبعا مداخلها ومخارجها دقيقه جدا جدا. او الشطاف بتاعك لو دخل فيه رمل خرطوم مثلا متني من السباك ولا حاجه شويه، الرمل هيساعد ان هو يسد الوحده بتاع دخول الميه للشطافه. بنضطر نفك القاعده كلها عشان نعمل الخرطوم بتاع جوه الداخلي، بعد كده نركب القاعده تاني، وغالب القواعد كلها متداخله على الحيطه ومشكله. لو عندك كومبينيشن داخل الحيط سد جوه الحيطه، تمام؟ عندك خرطوم، عندك المحبس بتاعه الصغير، الفلتر الصغير في المحبس في الوش بتاع السيفون الداخلي اللي هو دفن جوه الحيطه، لو اتسد من رمله اتسد من زلط مشكله كبيره جدا جدا. سباك كلمني عنده خلاط بوكس جوه الحيطه داخلي، تمام؟ الخلاط ده السد، اعمل ايه يا عم سامي؟ دخل فيه رمل وزلط، اعمل ايه يا عم سامي؟ طبعا مشكله كبيره جدا جدا، ومش هيسعفك الردود في كل مكان. يعني هب ان السباك عمل مثلا لحام غلطه منه ضيق او اي حاجه، مش هيسعفك في الفلتر الردود، الكوبريسور الردود مش بيسعفك في كل مكان. فانا بحل بعمل جبهه صد ليه المشاكل بتاعت اي خلاط جوه الحيط. خلاط الهاند ميكسر بتاعك، بوز الخلاط بتاعك الغالي الرفيع الصغير قوي ده، الشركات الغاليه زي جروهي زي ايدر ستاندر زي ديورافيت، الخلاط دي كلها حاجات دي غاليه جدا جدا. لو دخل فيها رمل يا جماعه، اولا بتصنفر الصيني بتاع الهاند ميكسر بتاع القلب بوظه، ولو خلاط ده في مشكله كبيره جدا. لو دخل فيه كمان رمل جواه عشان تفك القلب وتركبه تاني وتنضف الرمل، طب ليه من الاول اركب فلتر تصفيه الفيلا عندي؟ تمام؟ الموتور لو دخل فيه رمله، دخل جوه الريشه بتاعته رمله، ما حدش خد باله، يفضل الموتور شغال 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 لما يتحرق. وهنزل لكم فيديو بالكلام ده بيوريك ازاي الرمل بيخش في الاوتوماتيك ويحرق موتور 4 حصان 4 حصان. وبحلف بالله العظيم مره موتور 2 حصان من اغلى المواتير في مصر، دخل رمل فيه، دخل رمل فيه، تمام؟ ايام ما كان الموضوع بتاع مترو الانفاق شغال في مصر الجديده، فطبعا ايه المواسير شالوا المواسير، حطوا المواسير بتاعت البيت للسباكه وعدلوها عشان خاطر العداد كان في مكان وحطوه في مكان تاني، دخل رمل جوه الموتور حرق الموتور 2 حصان للاسف الشديد. وطبعا 4 حصان لسه محروق امبارح، عندي الفيديو بتاعه هشوفوه ان شاء الله برضو. كل كلامي بفضل الله بالفيديو. فانت يا جماعه لازم تعمل جبهه صد للفيلا بتاعتك لشقتك. انت عندك غسالتك تحت الحوض، الغساله تحت الحوض مزنوقه، السولونايز ورا الحوض، الغساله باظت مش شغاله، تعالى يا فني يسحب الغساله. يا سعاده البيه يا دكتور يا مدام، السولونايز بتاعك اتحرق عشان ما كانش داخل فيه ميه. ليه؟ عشان داخل في السولونايز من وراه رمل سد السولونايز، والغساله عماله تشتغل وتطحن مش لاقيه ميه. يعمل ايه؟ السولونايز يتحرق، غير سولونايز مش لاقيين الاصلي، هنجيب واحد بديل. قصه طويله عريضه. ليه؟ مفيش جبهه صد عندك تصد الرمل اللي بيخش على الفلتر بتاعك او بيخش على الغساله بتاعك. الفلتر بتاعك مهم جدا سواء مراحل او غيره، لو دخل رمل عليه بيبدا يسد لك الوحده الاولانيه، اقفلها خالص. لا، في جبهه صد بتقول لك لا، انا هبعد عنك الرمله، هبعد عنك الشوائب الثقيله الصلبه، هسيب لك بس اللون الدقيق يخش لك، بس اللون الدقيق، لكن مش هبعد عنك، مش هخلي اي ذره رمله تخش جوه بيتك. وحدث ولا حرج في الموضوع ده، حدث ولا حرج. النهارده الناس اقتنعت جدا جدا فلتر التصفيه الحمد لله، وبدانا نعممه بفضل ربنا في كل حته الحمد لله. فكره سامي جدار انك بتعمل ردود بتغسلوا منه فيه، عشان ما اقولش كل شويه افك الازازه، كل شويه اجيب صنايعي ويغرمني وممكن الفلتر يكسب مني. لا، بنعمل ردود، بيعمل شلال من داخلي، الفلتر شغال راكب كده راكب كده واسمه فلتر. انت نايم، انت قايم، اسمك فلان، اسمك محمد، نمت محمد، قمت محمد، اتشقلبت على دماغك الناحيه الثانيه راسك في الارض ورجليك في السماء، اسمك محمد برضه. فكره الفلتر يقول ايه؟ انت قلبت الفلتر، بوظت الخاصيه بتاعته. بوظت ليه؟ كده كده الفلتر هيعبي، وهيعبي في الشعب بتاعته اللي فوق، ولو السد هتشوفه بعينك المجرده، هتعمل ردود في ثواني وتغسل في ثواني، في ثواني، مش محتاج فني. ممكن المدام بتاعتك تغسله، مفيش اي مشكله خالص. ابنك الصغير تعلمه يغسله، هيقفل المحبس اليمين ويفتح الشمال ويفتح الحنفيه، عملت غسيل، خلص الموضوع. افتح المحبس اليمين واقفل المحبس اللي فوق البايباس، فتحت الميه تاني، قفلت الحنفيه، شكرا خلاص خلص الموضوع. لا يتعدى بالظبط غرض بنص جردل، لا يتعدى نص جردل، خلص الموضوع.
تمام. لازم يا جماعه كمان اركب. بص النهارده غرقنا، النهارده غرقنا كالعاده. ليه غرقنا؟ عشان ما عندناش حنفيه تصفيه. لازم حنفيه تصفيه عند موتورك، لازم حنفيه تصفيه. النهارده غرقنا ماشي. وفي فيديو تاني هينزل اوريك انا غرقنا ازاي في موتور 5 حصان. غرقنا والدنيا عامت. ليه الدنيا تعوم كده؟ انا بحط جردل تحت الحنفيه واصفي واعمل صيانتي وانا واقف ولا تلمس. عندي موتور معمول له حافظه عشان خفيف من الميه. ليه؟ ما كانش فيه حنفيه تصفيه. اسمها حنفيه تصفيه واختبار وغسيل. تمام. نرجع بس حضرتك ان شاء الله. بارك لنا بارك لكم. بارك فلتر التصفيه يا جماعه. بص عامل ازاي دقيق، شمعته دقيقه جدا، دقيقه جدا جدا. لسه غاسلينه طبعا، مركب بيتغسل الحمد لله الاول، بعد كده اتغسل وركبناه تاني. يعني عملنا دوره غسيل ليه عشان خاطر ما دخلش على طول مره واحده كده الرمل عليه بتاع بره. لا، عملت غسيل مره واثنين ونضفته وشغلته وهيئته للتشغيل. خلاص شكرا على كده. نركب بس صحنا وحالكم. صلى سيدنا محمد صلى كتير كتير صلى الله عليه وسلم. مدرسه الجدله دايما فيها الخير والبركه ليكم جميعا يا رب. السلام عليكم.